اللي مازال ما جربش بيتزا المايونيز نحب نقوله فاتك شطر عمرك. اي نعم، بيتزا خفيفة طرية تذوب في الفم، تقوش عليك شريتها من برا وبطريقة سهلة وبمكون سري. مادام البيتزا هكا سيكو فيها مكون سري. يلا معايا هوني نستحقوا 250 مليلتر حليب دافي على مغرفة كبيرة سكر ومغرفة كبيرة خميرة، نخلطهم شوية مع بعضهم. وطاب باش نزيد مغرفة كبيرة زيت زيتونة، مغرفة صغيرة ملح، ومغرفة كبيرة مايونيز. اي نعم، هذا هو المكون السري متاعنا. وطاب باش نزيدو 500 غرام فرينة نخلطهم بالكدا. ولازم التكستور متاع البيتزا متاع البات متاعنا تكون تلصق في اليد كيما تراو فيها. وتوا باش نخليوها ترتاح مدة 45 دقيقة ونرجعوا لها. وتو بعد ما ارتحت البات متاعنا كيما تراو تنفخت، زادت في الحجم متاعها وباش تعطينا 2 بورسيون بيتزا. ونحلها بشوية فرينة بيسك تلصق في اليد. ونزيد نحلها بالقلقال. وتوا باش نمشي نشخشخها. هوني عملت صوص طماط عليها موتزاريلا شامبينيون، زيتون اخضر وشوية كبار. وبالنسبة للطون انا حطيته من بعد في الاخر. وتوا باش نحطها في الفور على 220 درجة مدة 30 إلى 35 دقيقة. ما تنسوش اللي الفور لازم يكون مسخن من القبل. وهكا البيتزا متاعنا تكون حاضرة، ان شاء الله تكون عجبتكم. جربوها واعطوني رايكم. يلا بسلامة.